في وسط زحمة الزمن وقسوة الأيام تولد واحد الإنسان اللي غادي يقلب الموازين بحكمته وكلامه اللي كيوصل للقلب قبل العقل. الراجل كان كيتنقل من بلاصة لبلاصة وكيخلي موراه أسرار وألغاز وكلام مليء بالحكمة اللي ما كانش بحالها. شكون هو هذا الراجل؟ وشنو السر اللي خلى الناس كلها تذكر اسمه من جيل لجيل؟ تابعوا معنا هذه الرحلة باش تعرفوا القصة الحقيقية لعبد الرحمن المجدوب. عبد الرحمن المجدوب تولد في واحد الوقت اللي كانت فيه منطقة دكالة مليئة بالمزارع وطقوس دينية قوية. تزاد في أوائل القرن 16 في قبيلة بني هلال في دكالة، ودارهم كانت معروفة بالتقوى. تربى في جو عائلي محافظ وكان متشبت بالدين والتعلم. من صغره كانت كتظهر عليه علامات الذكاء والموهبة في الحفظ، والديه قرروا يرسلوه يتعلم عند الفقهاء الكبار في المدارس العتيقة. ملي كبر عبد الرحمن كان كيقرأ القرآن والسيرة النبوية وكان كيطالع على علوم الدين والفقه. في نفس الوقت كان كيبان عليه الميل نحو التفكير العميق والتأمل في حال الدنيا، الشيء اللي غادي يبان لاحقا في الأشعار اللي غادي يقولها. مع الوقت بدأ تظهر عليه ميول للتصوف. في هذه المرحلة المجدوب كان كيقلب على معنى أعمق في الدين. بدأ يسافر من زاوية لزاوية في المغرب وكيجلس مع مشايخ التصوف الكبار اللي كانوا كيأثروا عليه بزاف. خلال هذه الفترة بدأ يطور نظرة جديدة للحياة وركز على البساطة والزهد، وهنا بدأت الناس كتعرفوا بشخصية المجدوب. كان المجدوب كيرحل بزاف، سافر من دكالة لعدة مدن مغربية بحال فاس ومراكش والرباط، وفي هذه الرحلات كان كيعيش حياة الزهد. كانت أسفاره ماشي عادية بل عبارة عن رحلات روحية، بحيث كيدخل في عمق الروحانية وكيتلقى دروس من كل شخص كان كيشوفه أو كل موقف كيواجهه. في هذه الرحلات بدأت الناس كتقابل المجدوب وكتلاحظ فيه الحكمة اللي كيخرجها من فمه في كل لحظة. الزجل ديالو اللي كان كيجي من القلب وكانت فيه معاني عميقة كتضرب للناس في وسط الوعي. بعض الناس كانوا كيتبعوه باش يسمعوا كلامه، والآخرين كانوا كيعترضوه لأنه كان كينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية. الفترة اللي عاش فيها المجدوب كان المغرب كيعرف اضطرابات سياسية كثيرة. كان نزاع بين القبائل على السلطة، والدولة السعدية كانت كتحاول توحيد البلاد وتأسيس مملكة قوية. المجدوب بالحكمة والبصيرة ديالو كانت كتبان ليه هاد الصراعات من زاوية مختلفة وكيحذر الناس من الفتن والقلاقل. كان معروف أنه كيمشي في الأسواق الكبيرة بحال سوق السبت، سوق ثلاث في دكالة، وكان كيستغل هاد اللقاءات مع العامة باش يلقي قصائد زجلية فيها نصائح للناس على كيفاش يتعاملوا مع الظروف الصعبة. بغض النظر على المكانة اللي حصل عليها عند بعض السلاطين، المجدوب كان كيتعرض للمعارضة من بعض العلماء اللي كانوا كيرفضوا الطريقة ديالو في الحياة والزهد. كانوا كيتهموه بالشعوذة وبأنه كيخرج عن الدين، لكن المجدوب كان كيواجه هاد الاتهامات بالصمت أو الزجل. كان كيقول ديما اللي قلبه نظيف ما يخافش، اللي يجول الدنيا يخسر روحه. في إحدى رحلاته وصل عبد الرحمن المجدوب لزاوية بعيدة في جبل الأطلس، كان فيها شيخ متصوف معروف بالحكمة والبصيرة. بقى المجدوب أيام في هاد الزاوية كيتعلم من الشيخ، وداروا نقاشات عميقة على أسرار الحياة والدين. وفي الليلة الأخيرة أعطاه الشيخ نصيحة غامضة: غادي تواجه طريق محفوف بالشوك، ولكن غير اللي كيقلب على النور يقدر يعبر الظلام. هاد الكلمات خلت المجدوب يغادر الزاوية وهو مقتنع أن المهمة ديالو في الحياة أكبر مما كان كيتصور. في سوق شعبي كبير عبد الرحمن المجدوب قرر يدير اختبار باش يشوف واش الناس غادي يفهموا الحكمة ديالو،
وقف وسط السوق وقال: اللي باغي الربح خاصو يضحي بالصبر. الناس بداو كيسولو شنو المقصود، ولكن واحد الفلاح قال: الصبر على الأرض كيعطي الغلة، والصبر على الحياة كيعطي الحكمة. المجدوب جاوبو: هكذا يكون كلام الرجال. وهاد اللحظة زادت الشهرة ديالو بين الناس. قبل وفاته المجدوب جلس مع مجموعة من الشباب وقال لهم: يا وليدي، طير ما يطير بجناح مكسر، واللي قلبه ما قوي ما يسافر. يعني خاصك تكون قوي في الإرادة، والقلب ديالك عامر بالشجاعة باش تقدر تواجه تحديات الحياة وتوصل لأهدافك. وقال لهم أيضا: يا وليدي، صبرك على زلة الصحاب خير من بقايا عتاب وعذاب. يعني منين الصحاب يخطئوا في حقك حاول تصبر وتسعى للتفاهم، حيث العتاب بزاف كيضيع الصداقة. وقال أيضا: قلب على راسك كي الميزان، خليه يوزن بلا نقصان. يعني خلي العقل والقلب ديالك يخدموا بتوازن في كل قرار، بلا ما تفرط في شي جهة وتضيع في جهة أخرى. عبد الرحمن المجدوب عاش حياة طويلة مليئة بالحكم والرحلات. توفى في واحد النهار في نهاية القرن 16 بعد ما كان جا المغرب طوله وعرضه. مات المجدوب في منطقة دكالة وتدفن فيها، والقبر ديالو اليوم مزار معروف عند الناس اللي كيبغيو يطلبوا البركة والدعاء. إرث المجدوب بقى حي بالزجل اللي تحول لأمثال شعبية. قصائد ديالو مازال كتمثل الصدق والحكمة اللي كتجي من معايشة الحياة بمختلف أبعادها. ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة.